مساء الفل عليكم. كنا بنتكلم المرة اللي فاتت على الشخصية النرجسية والشخصية الاعتمادية. ليه بتكلم على دول مع بعض؟ لأنه يوجولي بيحصل علاقة متوافقة جدا بين الاتنين، إن صح التعبير متوافقة. الرومانسية بتبتدي عنيفة قوي 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 في الأول. طبعا أنا بتكلم على حتى الأصحاب، يعني حتى لو شخصية نرجسية ست وشخصية اعتمادية ست تانية، بتبقى العطاء جامد قوي في الاول، والشخص ده من الشخصيه الكوديبندنت. والشخصيه النرجسيه بيبقى عندها استعداد ان هي انا هساعدك في كل حاجه، وانا هقف جنبك في كل مواقف، وانا في ظهرك، وانا سندك، وانا هساعدك في فلوس، وهساعدك في شغل، وهنطلع من الحته المؤذيه اللي انت فيها ان سو. العلاقه دي بسرعه قوي بتتحول الى علاقه توكسيك شويه، لانه الشخص النرجسي بيحتاج يكمل يمارس كنترول. بيتضايق قوي لو الشخص الكوديبندنت اللي هو انا معتمد عليك في اتخاذ قراراتي، مش بعرف افكر لوحدي، مش بعرف اشتري لوحدي، مش بعرف اكلم حد تاني في تليفون لوحدي، مش بعرف اشتغل لوحدي، محتاجه منك فاليديشن على طول اللي انا عملته، او منك انه اللي انا عملته ده صح طول الوقت. فبيبقى في كونفليكت لما ابتدي شويه انسحب. لو حد من الاثنين ستات دول مثلا واحده فيهم دخلت في علاقه، فالنارسيسست بتحس انه لا، هو انا متعوده على انه انت تبقي معايا طول الوقت، انا متعوده ان انا هعتمد ان انا هتحكم. بس انا بسمي التحكم ده انا بحبك وبخاف عليكي، وان انا بقلق ان انت هتصرفي غلط، وانه انا عندي قد كده اديهولك. والشخص الكوديبندنت يبتدي يحس ان هو مخنوق شويه. هنا بتبتدي تحصل المشكله.